محمود ارجع تاني ارجع تاني. خد محمود ادي الامر الواقع اهو، راح يجيب لي الحاجه. يلا الحمد لله انتصرنا عليه. دودو يا دودة اهو ماشي هو بيكلمك. عامل لنا الاكل النهارده، عامل لنا مكرونه جريسكو وهيعمل لنا كفته. انا استغليته النهارده اجازته، قلت له لازم انت تعملي الاكل نستفيد بقى من شغل الشيفات بقى. جاب هو راح جاب البانيه ده هيعمله لنا قطع كده عشان هنعمله في قلب المكرونه. حط دلوقتي ميه على النار عشان خاطر المكرونه نسلقها. طب قطع بطاطس دي ايه يا محمود؟ شوربه. شوربه ايه دي هتبقى شوربه بطاطس بالفراخ. واو شوربه سوب كريمي بتيتو. اكيد حلوه صح. ماشي انا اهم حاجه عندي اكل النجريسكو والكفته الجميله دي. ده رز بسمتي، تعملنا رز بسمتي. ولا في الفيديو هتدلعنا. هيقطعهم بقى كلهم مكعبات صغيره كده، وما يخلصوا ما هيجيلكوا تاني وهو بيعمل الشاورما. اسمه هتقطع ايه؟ جوليان. ماشي يا عم منك نستفيد. هنا محمود كان خلاص قطع الشاورما والميه غليت اهو. تحط حبه زيت، حبه ملح، قطع البصلايه، قطع الشاورما كلهم جوليان. هنخلص بقى وارجع لكم تاني. كانت الميه غليت بقى، نيجي المكرونه بتاعتنا. ما تكتروش يا جماعه المكرونه، اول تعملوا كميه قليله على حسب الكميه. قللوا المكرونه شويه عشان خاطر ما تبقاش كتيره والبشاميل ما يغطاش متبقاش حلو. على فين المكرونه بتطلع اردنتي يعني سوى الا ربع. هقول لك اهو كده. محمود قال لي هعمل الكفته الاول احطها في التلاجة تستريح على ما يعمل بقى الشاورما بتاعت المكرونه النجريسكو. المكرونه استوت معانا وكده قطع الخضار بتاعها والحاجه بتاعتها اهيت وغسلها كويس وبيعمل بقى الكفته. ماشي خلصات. غسلت ايه؟ احمد اخويا كان خلص الفراخ الشاورما قطعها وقطع الخضار بتاعتها وبيصبع الكفته بقى. والرز بسمتي منقوع. وهنعمل بقى المكرونه بشاميل وهنعمل بردك مقطع فراخ هيعملها معاكو ستريبس صح؟ عيش مع فرنش فرايز. مع فرنش فرايز يعني بطاطس محمره. صح؟ ان شاء الله باذن الله. هو ده. طب انت حاطط السكينه ليه من تحت كده؟ لا كده عشان ماشي هنخلص بقى بقية الكميه ونجيلكوا. سنة كمون، سنة فلفل اسمر، سنة كزبرة، احط حبه ملح وفلفل وكمون وكزبره، شويه زيت. اجيب لك بابريكا. يا ريت يا ريت لو في اخويا بيتبل اهو الشاورما. حط حبه ملح وفلفل وكمون وبهارات وكزبره وحبه قرفه اهو. وفي بابريكا، عايز بابريكا؟ ماشي. بس بوريك اكلات. القرفة بتدي تس الاكل وبتشيل الزفارة بتاعت الفراخ انها فيها سلمونيلا. دي بابريكا. شوف ده الاول، ده كزبره، ده جنزبيل. جنزبيل، سنة جنزبيل. حطيت كزبره في الاول. في كزبره هنا لو عايز كزبره خام. ماشي. فين التوم؟ التوم اهو. فرمتوش ليه يا اسماء؟ هتطلع نار ها؟ كده طلع في المطبخ يا احمد. شغل الشيفات ده يا جماعه هو بيعمل كده في المطعم عندي.
وهنا بقى قطع الكفته اهوت عماله جميله قوي. هتطلع نار قبل ما تعملها اصلا في الخفيف. ايه؟ الكيكه هتطلع نار قبل ما تعملها في الخفيف. ده سيد محمود ابني. انا امه، انا اخته. سيد مصر كلها. هنا بيقطع التوم عشان يحطه مع الشاورما. عايز ملح؟ هنحط البصل بعد الفلفل. هنعمل بقى البشاميل اللي جبنا الحله، حاطين عليها حبه ميه، حبه زيت وحته سمنه بلدي. دلوقتي السمنه هتسيح هنا على الزيت. هننزل بقى بالدقيق. ثلاث معالق دقيق. نحط الدقيق ونرجع له. كيكه متجرحه. ادي الدقيق. قلبوا كويس يا جماعه عشان ما تتكتلش منكم وتبقى ريحتها حلوه لحد ما تطلع كده. السمنه البلدي بجد حكايه. عندنا بقى كيلو لبن ونحطه. قشطة عليك يا شيخ. احلى شيف ده ولا قد اكتر من كيلو لبن بشويه كده. انزل بالكميه كلها. سيبي شويه سيبي شويه بس سيبي. اسم الله عليك. ده فلفل ابيض يا جماعه زي فلفل اسود كده بس ده فلفل ابيض. بيحطوا البشاميل اللي هي اسماء عشان ما يغمقش. واخده خبره برضه. وده مرق الدجاج كفايه. اتفضل يبقى مرق الدجاج بس. متحطش تحط ملح. هو عادي تحط ملح بس هو الافضل يكون مرق الدجاج. ايوه كده حطيت اصلا كميه. ونتبل هو خلاص اللي هو الستريبس اهو تبلناه. السمنه هنغطيها ونشيلها. خلاص الشاورما خلاص خلصت. بيعمل بقى البشاميل. المكرونه خلاص سلقناها برضو اهي. المكرونه برضك سلقت معانا. دي بطاطس هنحمرها. وكده البشاميل اللي بقى خلاص كده اتعمل. هنسيبه بقى ايه يتقلب براحته. يربط. تقعدوا تقلبوا فيه برضك كده عمال يقلب فيه يعني ايه عشان خاطر لحد ما يتقل معايا. بعدين حاطين حته سمنه بلدي حبه زيت. هتعمل ايه بقى؟ رو. هيعمل الرو اللي هو الربط بتاع البشاميل. هنا عمل الرول بتاع اسمها ايه؟ الرو بتاع عملية الربط. عرفي يا احمد الحاجات دي. تنزل على اللبن وهو بيغلي. كده بيظبط ازاي؟ جايب الكريمة. بص انا الكريمة ازاي في ثانية. كده البشاميل بقى كان كده خلاص معانا. بقى كده سلقنا المكرونه وعملنا البشاميل وعملنا الشاورما وبعدين نحطهم بقى في الصينيه. هنبدا بقى نرصهم بقى كلهم في الصينيه. بس انا هجيب قوطه وهقطع برك قطعتين كده عشان بحب الشاورما تكون بالصوص الاحمر يعني تبقى مسكره اكتر. هو محمود بيعملها كده بس انا بحبها بالصوص. هنا محمود بقى جاب بضايه وشويه لبن. حط عليهم حبه فلفل اسود وحبه بهارات حبه كمون وهيمكسهم مع بعض. وده الستريبس اللي احنا هنتبله دلوقتي. ودي بقى الغلاف اللي احنا هنحطه على الستريبس. بقسماط دقيق نشا. هنحط برضك حبه ملح
حبة بهارات كده، حبة فلفل اسود، حبة مكتروش عشان خاطر البيض فيه والبتاع فيه، حبة بهارات وحبة كمون على البقسماط. والملح متهيألي مش هنحط ملح كفاية عشان خاطر حاطين ملح هنا وهنا على البقسماط وعلى ممكن حبة صغيرة خالص، حبة مثلا كده مثلا. كتير يا اسماء. طب شيل، شيل. متحطش ملح متهيألي في حط في كل حاجة يعني. اهم حاجه مكترش الملح، يعني الكميه دي ربع معلقه ملح. احنا عملنا بقى الغلاف بتاع الستريبس. هنعفر هيعفرهم اهو في الجو بقسماط 5 كده. لا بس عفر يعني كده، مش عايز تغرق في كل حتة، مش عايز كل حتة فيها تعفيرة بس كده عشان كلها. نرجع نعملها الدقيق على البيض فلاي باتر. خلاص هات طبق تاني، هات طبق هدر فاضي من فوق، تلاقي طبق كبير. هنخلص بقى كل الكميه وهنرجع لكم تاني. دي بقى المكرونه بشاميل بتاعتنا خلصت اهيت، هنرصها. ديت المكرونه سلقناها، حطينا الميه تغلي، حطينا على حبه ملح وحبه زيت، وحطينا المكرونه. اول ما استوت كده سوى الا ربع كده تكونش مهريه، شلناه وصفيناه في المصفايه. وعملنا البشاميل اللي جاي انزله لكم. حبه دقيق على حبه سمنه بلدي على حبه زيت. وبعدين حطينا اللبن، كيلو ونص لبن تقريبا. وعملنا مادة الربط اللي ريحة السمنة على حبة رول على حبة دقيق، وعملناهم مادة ربط. وعدي الشاورما عملناها برضه معاكم. هنحط بصلاية، حطينا بقى البهارات، حبة قرفة على ورق لورا، حطينا بهارات، حبة ماجي مع فلفل أبيض. هننزل بقى بشوية كركم، حبة كاري، سلطة الفلفلية وجبتها نقطعها بقى حتت صغيرة نحطها على الرز. هنحط برضه منها على الشاورما هنا. سيبها دلوقتي. طيب وحطينا معاها الشاورما. انتوا ممكن اصلا تكتفي بالشاورما دي مع عيش سوري، تبقى احلى كريب في الدنيا. ممكن تعملي سندوتشات فينو، الاكله دي لوحدها اكله تحفه، العيال يحبوها جدا. ممكن تحطيها على عجين البيتزا اي حاجه. دي المكرونه اهيت، هنحط عليها الصوص الابيض دوت صوص البشاميل. هنديها تقليبه كلها مع بعض. الشاورما هي ده بدأت خلاص تخلص. هنرصهم في البايركس. جيب الجناب بتاعتها صح كده.
خلاص يا احمد. التشيكن الفريدو دي الكريمة، حتى الفريدو تشيكن مشروم، تحط مشروم من بره. الكريمة دي مع طبقتين ولا 3 طبقتين بس. خلاص متحطش المكرونة كلها اصلا، بس مش لازم تحط المكرونة كلها عشان البشاميل يغطي. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انا عارف انا بعمل ايه. فين الموزاريلا؟ عشان لا انت في حاجة تانية، حط شوية على الوش وخلاص. ماشي. فين المكرونة؟ حط وش خفيف، مش لازم يكون وش تقيل. بس خلاص اوكي. مش مهم، بس بخليها عليك. اعملي شوية المكرونة دول رايحين. انت فشخت الحل. المهم بالمعلقة بلاستيك. ايوه. حط الشيني بقى حلو كده. دول لا هي دي. دي بيضاية، حط عليها حبة فلفل ابيض وحبة ملح ونحطها. انا بحب احط البيضاية دي على الوش، بتعزز الطعم كده ويبقى طعمها حلو برضه. اللي مش حابب ما يحطهاش، بس هي بتبقى جميلة، بتخلي الوش جميل ومقرمش وجميل. نحط بقى حبة موزاريلا كده على الوش، هيدوا الوش بتاعها ويدوا اللون. شوية بس خلاص. شوية صغيرين كمان. بس شوية اللي هما الفواكين دول. يلا عشان يبقى طاجن واخد حقه، فاهم؟ لو وحشة بقى تيجي تقول لي يا محمود انت عملت اللي انت عايزه، تلاقي وحش صح؟ يلا. هحط الحاجة في الفرن، المكرونة والكفتة والبطاطس تتحمر والستريبس هنحمره، وحمرنا بتنجان بقى، عملنا الدقة بتاعته ويعمل لنا شوية طحينة. السلطة اهيت، تبقى كده ايه. هنوريكم بقى الماتشنج الاخير. هنا بقى في المغرب جدا طلعنا صوص المكرونة بالبشاميل من الفرن، عملنا السلطات، عملنا الكفتة، وعملنا المخلل البتنجان، وهنغرف بقى المكرونة هنا. ده الستريبس اللي احنا لسه هنطلعه، لسه هنحمر تاني. كمل بقى هنا كده. الاكل كان كله خلص بقى، رز البسمتي والمكرونه. نخرج بقى اطباق وكل واحد بقى ايه. هاتي بقى اللي عمل الاكل يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الاكل يكون عجبكم النهارده. احلى شيف ده ولا ايه؟ احلى شيف ابني.